السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في هيرفيو. زي ما وعدناكم ان احنا هنبدأ مع بعض سلسلة بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي وازاي نستخدم ال AI في شغلنا وفي حياتنا بشكل عام، وايه الاستفادة منه وايه المواقع المختلفة والابليكيشنز المختلفة اللي ممكن نستخدمها في الكلام ده. فتابعوا معانا السلسلة عشان ان شاء الله تستفيدوا وتلاقوا حاجات تبهركم وحاجات اول مرة تعرفوها بإذن الله تفيدكم كلكم. هنتكلم عن ازاي ممكن الذكاء الاصطناعي يؤثر على شغلنا ويؤثر على المجتمع بشكل عام، وكمان هنتكلم على ايه المجالات اللي ممكن نستخدمه فيها وايه مدى قوته وازاي تأثيره على المجالات دي، وكمان هنتكلم على اشهر ادوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن نستخدمها في كل مجال. في الاخر هنتكلم عن شوية تحفظات ليها علاقة بالبرايفسي والخصوصية والسكيورتي بتاعتنا. ان شاء الله تعجبكم السلسلة ويكون فيها معلومات كتير مفيدة. وهنبدأ بأول جزئية وهي ازاي ممكن الذكاء الاصطناعي يأثر على شغلنا وعلى مجتمعنا. طبعا زي ما قلنا ان ناس كتير بتتخوف حاليا ان ازاي الذكاء الاصطناعي بقى ممكن ياخد مكان شغلهم. وفعليا يعني يمكن انا من حوالي اكتر من 6 7 شهور اول ما بدأت تظهر الموجة بتاعت الذكاء الاصطناعي اتكلمت عن الموضوع ده، وكان في عملت فوتينج وكان اغلب الناس شايفة ان لا ازاي الذكاء الاصطناعي لسه بدري جدا، وكنت بالتحديد بتكلم حتى على المجال الهندسي. هل ممكن شايفين ان الذكاء الاصطناعي يبدأ ياخد بعض الوظائف في المجال الهندسي او مجال إدارة المشاريع او خلافه؟ وكان 75% من الناس بتقول لا صعب، و10 او 15% كانوا في الرينج ده بيقولوا ان هو ممكن بس كمان 4 5 سنين، ونسبة ضئيلة جدا المتبقية اللي كانت بتقول ان ممكن. ولكن انا صراحة كنت وقتها يعني وما زلت عكس الكلام ده. الذكاء الاصطناعي هياخد مكان شغلانات كتير موجودة على ارض الواقع. ناس كتير بالفعل في مجال السوشيال ميديا بدأت تعتمد على ويب سايتس وابلكيشن تعمل لهم الديزاينز بدل ما كانوا بيروحوا لاوت سورس مثلا او فريلانس ديزاينر، او حتى اللي هم بدل ما كانوا يشتركوا مثلا في شاتر ستوك ومواقع ان هي تجيب لهم صور، اصبحوا ممكن يشرحوا فكرة الصورة وهم يشتغلوا بيها ديزاين. حتى لو هو جرافيك ديزاينر بدل ما بيقعد يشتري مثلا صور جودة عالية من مواقع، لا اصبح ان هو ممكن يعمل الصورة من دماغه اصلا من الصفر مع الذكاء الاصطناعي. كمان الناس بتاعت كتابة المحتوى والسوشيال ميديا برضو كذلك، اللي بيقعدوا يكتبوا البوستس والسكريبتات وخلافه، كل دول اصبح فيه كتير من الذكاء الاصطناعي بيقدر يوفر الكلام ده الى جانب طبعا الترجمات وخلافه. فنقدر نقول الذكاء الاصطناعي هيبدأ يقلل من امكانية الناس كتير تلاقي الشغلانة في المجالات دي، ده صحيح، ولكن في المقابل هيبدأ يبني ويفتح وظائف جديدة تانية ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. ناس كتير هتبدأ تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تطلع أفكار بره الصندوق. في ناس كتير هتبدأ تستخدم الذكاء الاصطناعي إن هي تطور شغلها أو توصل بيه الليفل تاني أو تنجز الشغل بشكل أسرع. كذلك هيبدأ نحتاج ناس تبدأ تعمل برمجة للذكاء الاصطناعي، ناس تبدأ تعمل ابلكيشنز من الذكاء الاصطناعي. ممكن واحد يجي بالذكاء الاصطناعي يخترع ابلكيشن ان هو بيسهل مثلا وسيلة معينة، بيعمل اوتوميشن لشيء معين ممكن كان بيحتاج 4 5 خطوات عشان يتعمل، لا اصبح بوان كليك الذكاء الاصطناعي يقدر يخلص كل اللي انت عايزه بناء على انبوت معينة الشخص ده بيدخلها. فاكيد هيكون الموضوع ليه شق ايجابي وشق سلبي. فمثلا زي ما اتكلمنا على الجرافيك ديزاينر، كمان كان في ناس كتير بتتكلم على قاضي استخدم كتست للذكاء الاصطناعي ان هو دخل له كل البيانات والمعطيات بتاعه القضيه، واستنى منهم ان هو ينطق الحكم عن طريق الذكاء الاصطناعي، ان هو انت قول بناء على ايه، بناء على الكلام ده الشخص ده مذنب ولا لا، وايه المفروض ان هو يكون عقابه. وبالفعل النتيجة اللي طلعت كانت مبهرة جدا، والناس اتفاجئت جدا ان ده كان ممكن هو نفس اللي كان يقوله القاضي في القضية دي. فالدقة والسرعة اللي كان ممكن يحتاجها القاضي عشان يطلع بنفس النتيجة سهل عليه كتير جدا الذكاء الاصطناعي الكلام ده. بعض الدكاترة دلوقتي كمان بقى ممكن بيعملوا تيست للكلام ده في تشخيصات. حتى بعض الافلام اللي احنا بنشوفها
كنا زمان فكرة ان ازاي في ريبوت هو اللي ممكن يعمل عملية ويساعد الدكتور وخلافه. الكلام ده هيحصل قريب، هنبدأ نشوف الكلام ده قريب، وهنبدأ نشوف ناس بتستخدم الروبوتس في حركة، في حلول وتسهيل شغلهم بشكل كبير. ففعليا البحر بتاع الذكاء الاصطناعي اوسع مما تتخيلوا. الامكانيات اللي ليه كبيره جدا، استخداماته كتيره جدا. انا مش هتكلم في السلسله دي عن الامور التكنيكال، اللي هو بقى بنتكلم على الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي وايه الميكانيزم بتاعته. مش ده النقاش اللي احنا حابين نتكلم عليه، ولكن احنا حابين نعرف ايه اللي ممكن نستخدمه فيه، ونستخدمه فيه ازاي، وايه الادوات اللي ممكن نستخدمها دي. نقطه تانية هنتكلم عنها، ودي طلعت من الذكاء الاصطناعي نفسه. لما احنا جينا نتكلم الذكاء الاصطناعي اللي بيعتمد على الشات، النقاشات، التكست بيزد اي اي يعني، بدأنا نسأله ازاي ممكن نستفيد منك بشكل كبير في شغلنا. وبدأنا نحط له افكار مختلفة من المجالات الوظيفية. فادينا بشكل عام 4 أو 5 نقط هم الاساس بتاع ازاي يقدر يساعدنا في المجالات المختلفة. ففرضا اول نقطه كان بيقول ان هو يقدر يزود البرودكتيفيتي والافشنسي بتاعه الشغل. ازاي ده؟ يعني مثلا ممكن يخلي فيه بعض الاوامر اللي كانت بتتعمل زي ما قلنا في الاول بخطوات مختلفه. والله لما عميل يبعت رساله فلانيه، ارد عليه اوتوماتيك ريبلاي الرد الفلاني، ولو بداس رقم 1 مش عارف اعمل ايه. الكلام ده كان موجود من زمان في بعض الابليكيشنز، ولكن هو ممكن يبدأ يعمل ده بشكل أكبر وفي مواقع أكتر، وممكن يتربط ويتعمل له انتجريشنز بأبليكيشن وحاجات مختلفة، يخلي إن بقى فيه اوتوميشن بيحصل بشكل كبير للبروسيس كلها بتاعت الشغل. كذلك ممكن دلوقتي إن والله لو في حاجات شوية كومبلكس، شوية فيها حاجات تعقيد في التفاصيل، محتاجة أفكار بره الصندوق، ممكن يبدأ يساعد. مثلا في البداية انا اول ما بدأت هيرفيو كنت بقعد افكر معايا تكست بيز على افكار اسم البيج والاسامي دي طالعة منين، واللوجو بتاعه ممكن بعد ما استقريت على اسم ممكن يبقى عامل ازاي. واقترح عليا طيب افكار ودرجات الالوان وعلاقتها بايه. انا في الاخر مش جرافيك ديزاينر، بس انا حابب ان انا اعمل الشيء ده بنفسي وعندي الكابابيلتيز. فهو ساعدني كتير بافكار، وساعدني كتير ب... مش بس افكار، يعني تفاصيل. كان بيشرح لي اللوجو ممكن يترسم ازاي. فكل دي حاجات هو ممكن يساعد فيها ويخلي الواحد يطلع افضل ما عنده. كذلك ممكن يحسن كتير جدا من الاوتكم اللي بيطلع من الشخص. يعني مثلا ناس كتير حاليا بقت كمان موضوع مثلا اللي بتستخدم كتير ايميلات رسميه وخلافه، تبدا تكتب الايميل وتشرح فيه اللي هي عايزاه، او المراسلات، او الامور التعاقديه، ويبدا يروح جاي باعت الكلام ده كله للاي اي، ويقول له مثلا شيك على الجرامر لو في اي مشكله، حسن شويه من اللغه، سهل الريدابيليتي بتاعت الكلام ده. يبدأ يطلع له ايميل مكتوب بشكل افضل كتير جدا ومنسق وما فيهوش اي اخطاء املائيه عن اللي هو كان كاتبه. فده طبعا بيزود كتير من الانتاجيه اللي الشخص بيعملها، وهنشوف مع بعض في الرحله ازاي ممكن نعمل ده. كذلك طبعا ممكن يبدأ يشوف ثغرات في الابليكيشنز بتاعتنا، ممكن يشوف اي مشاكل سيفتي، ممكن يبدأ يعمل سكاننج لبعض الناس اللي بتشتغل اكتر في البرمجة وكده، بيستخدموه بشكل كبير في العثور على ثغرات، او اللي هم يقدروا يقفلوا، يعملوا برمجة عشان يربطوا ابليكيشن معين بويب سايت معين وخلافه. الموضوع ده برضو له علاقة بالسيفتي وبالبرمجة بشكل كبير للناس اللي شغالة في الاي تي. الناس اللي شغاله في الكوست والفاينانس وخلافه، يعني ده حدث ولا حرج. اصبحت العمليات الحسابيه وقت ما طلعت الكالكوليتر كانت حاجه اللي هو واو، انت دلوقتي بقى عندك حاجه افضل مليون مره من الكالكوليتر. فانت تعمل بيه عمليات حسابيه معقده، ممكن تبدا تفكر معاه ويطلع لك افريج لمصاريف، ممكن يطلع لك افريج فوركاست بناء على المدخلات اللي انت بتدخلها. يعني كل الافكار اللي انت ممكن تتخيلها اللي ليها علاقه بالكوست، وازاي انت ممكن حتى لو فرضا شغال بتبني مشروع وتدخلت له معلومات المشروع كله، ممكن يطلع لك يقول لك الافريج بتاع المشروع ده ممكن يتكلف كام، ممكن يقول لك محتاج عماله قد ايه، وازاي توفر في الكلام ده. فطبعا كل ده يعني الناس التكنيكال واللي فاهمين في المجالات بتاعتهم يقدروا يعملوا ده بشكل كويس جدا، بس هو هيساعد عليهم كتير. الكلام ده هيلخص عليهم
خطوات كتير كانوا ممكن يمشوا عليها. والناس اللي لسه بيبداوا من اول الطريق ممكن يستخدموه كريفرنس، والله لما يجي يقدموا لمديرهم الشغل او حاجه وهم شاكين ان في حاجه صح ولا غلط، يبقوا يبصوا بصه ويحاولوا ويشيكوا، هيبقوا على الاقل شويه مطمنين وهم بيقدموا الحاجه في الريفيو ابروفال وخلافه، ان هي تبقى فيها جزء ما حد اكنه راجع عليها. طبعا كذلك بيساعد ناس كتير جدا في موضوع الديسيجن ميكنج، وان هم ياخدوا قرارات بناء على البرفورمانس، الكي بي اي اللي هو بيدخلوا له المعلومات بتاعتها ويعرفوا منه ايه المعدل بتاعها ومدى البرفورمانس ده قوي ولا لا، والله الماركت ترند حاليا فيها ايه الحاجات دي مناسبه ولا مش مناسبه لشغلنا، طب انا هاخد الاكشن الفلانيه. كل ده يعني فعليا لما نشوف مع بعض تجارب ليه هتتفاجئوا من المعلومات اللي ممكن نطلع بيها من الاي اي. طبعا من بعض المجالات اللي هنتكلم عنها ونحاول واحنا في الرحله بتاعتنا دي يعني نديكم بعض الامثله عن ازاي ممكن تستخدموها. هنتكلم عن مجال الكونستراكشن وازاي ممكن تستخدموه في مجال الانشاءات بشكل عام، من بدايه من مرحله الديزاين والمواقع اللي ممكن تساعد في موضوع الديزاين وخلافه، وازاي ممكن كذلك نستخدمه في اداره المشاريع، عمل بروجرام. انا فعليا طلعت منه درافت لجدول زمني كامل لمشروع مطعم. طبعا مشروع تخيلي، ولكن الداتا اللي كان مطلعها يعني دقيقة بنسبة كبيرة جدا، وساعدت كتير ان الواحد ممكن يبني حاجة زي دي بدل ما يبنيها من الصفر، لا في عنده ريفرنس يبدأ منه. كذلك على موضوع الكوست استيميت وازاي ممكن نستخدم الارقام في المناقصات، في نعرف الافريج بتاع السوق وخلافه. هنتكلم كذلك على الفاينانس وازاي ممكن الناس تستخدمه في الريسك بتاع الفاينانس والامور البنكيه وحمايه المعلومات وخلافه، وازاي ممكن يستخدموه كذلك في خدمه العملاء، وان انت يبقى عندك 24 ساعه فعلا سبورت يعني. كذلك ازاي ممكن يستخدم في مجال الهيلث كير، وان هو يقدر يساعد الدكاتره الصيادله وخلافه، في مجالات الريتيل والبيع والشراء، وازاي ممكن يدي ريكومنديشن للكاستمرز ويبدا يدي حلول ليها علاقه بالامور بتاعه الانفنتوري، واللي هو انت عندك المخزن والستوك وخلافه. فعليا في مواقع كتير شغاله على حاجات زي كده من زمان وابلكيشنز وخلافه، ولكن التطور الكبير اللي هيعمله الاي اي في المجالات دي فعليا هيعمل جامب كبير جدا ويساعد ناس كتير جدا في الامور دي كلها. طبعا انا ان شاء الله هبدأ اتكلم على بعض المواقع والادوات في كل مرحلة، ونبدأ نشتغل على امثلة لازاي ممكن نستخدمه. هنتكلم كذلك على شات جي بي تي وبارد وبينج، يعني خلينا نقول دول التوب 3 في مجال اللي هم التكست او الشات بيز اي اي. هنتكلم على حاجات زي الدالي او ميدجورني وفاير فلاي والحاجات اللي لها علاقة بالصور. هنتكلم على الاركتكتشرال ديزاين تولز والبرزنتيشن تولز. واثناء الرحله طبعا لو في اي كومنتات منكم في اي طلبات ممكن تبداوا تكتبوها في التعليقات ونبدا نتطرق ليها وازاي نتكلم عنها. وكان في بالفعل ناس في البوست السابق عن الموضوع بدات تقول والله انا حابب اعرف استخدم ده ازاي، وجالي كمان رسائل على الواتساب بتقول عايزين نعرف برضو اكتر عن ازاي ممكن نستخدمه مش بس في الشغل، لا نستخدمه في حياتنا بشكل عام. والحاجات دي كلها ان شاء الله هحاول ان انا اغطيها اثناء الرحله. هنكتفي كده بالنسبه لاول فيديو، واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم بقى اكتر عن الامثله واستخداماته، ونبدا ناخد مع بعض خطوات حقيقيه لاستخداماته في الابلكيشنز المختلفه. فان شاء الله تتبسطوا معانا في الرحله دي، وهنتظر اي تعليقات او طلبات، وطبعا اللايك والشير، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.